زميلي حيدر، كما تعرف أن قناة العراقية قد أعطت الكثير من الشهداء والكثير من الجرحى حسب الدائرة القانونية لشبكة الإعلام العراقي، فإن عدد الشهداء وصل أو تجاوز 90 شهيدا، أما الجرحى فهم 28، وبالعليين قد أصبحوا 30 جريحا. الحديث طويل عن مهام الإعلام في ساحات القتال، ولعل علي مفتن وعلي جواد هما من الطلائع الإعلامية في هذه المناطق. سأنتقل إلى علي جواد ليحدثنا عن كيفية إصابته، لكن قبل هذا علي جواد هو خجل من إصابته، هكذا قال لي، لنرى ما هو خجله. السلام عليكم علي. عليكم الحمد لله على سلامتك. ما هو سبب خجلك من جرحك هذا؟ تحية لك وللزميل حيدر زوير والزميل البطل حيدر شكور وأستاذ هادي جلو، وتقدم بالشكر إلى كل من زارني في المستشفى، وإلى منتسبين شبكة الإعلام العراقي، وإلى مدراء الأقسام اللي زاروني، وشكرا إلى محافظ صلاح الدين اللي بعت باقة ورد، تحية له. أنا خجل من إصابتي لأنني وقعت مع أبطال في ميدان المعركة كانت إصابتهم أكثر من إصابتي. استحيت أن أبقى على السدية، وتنازلت عن السدية وافترشت الأرض لإعطاء المجال إلى المقاتلين الأبطال اللي سقوا أرض المعركة، وطرز هذا الانتصار بدمائهم، بدماء الجرحى، بدماء الشهداء. كانت عملية نوعية للقطاعات الأمنية في سامراء، كان دور الشرطة الاتحادية التابع لوزارة الداخلية دور كبير، والحشد الشعبي الأبطال اللي ساهموا بسحق تنظيمات داعش ضمن مربع كبير جدا يمتد من سامراء إلى بلد، إلى ديالى، إلى يثرب. هذا المربع اللي آوى تنظيمات داعش، وبدأ هذا التنظيم يكون له منطلق لصلاح الدين. بقيت مع قطاعاتنا الأمنية في برنامج الرد السريع، وهو كما تعلم هو يواكب القطاعات الأمنية لحظة بلحظة وفي الخطوط الأمامية، لأوثق بالصوت والصورة المنجزات الأمنية للأبطال من القطاعات الأمنية، الجيش العراقي البطل، والشرطة العراقية الأبطال من الشرطة الاتحادية لواء الرد السريع، ولا ننسى دور جهاز مكافحة الإرهاب اللي رافقتهم مع زميلي حيدر شكور في بيجي. والحشد الشعبي أيضا دور كبير ومهم جدا في مع مساندة القطاعات الأمنية. دخلنا البارحة مذ بدء ساعة 00:02 بعد الظهر إلى عدة محاور، كنت برفقة أبطال من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي باتجاه منطقة قرية البطعمة ومناطق قريبة من المعتصم بعد تحرير منطقة المعتصم. ولله الحمد وفقنا في نقل الانتصارات الأمنية لمدة ساعتين تقريبا، إذ بعدها أصبت ب طلقة بكيسي في ساقي الأيسر، اخترقته من الجهة اليسرى إلى اليمنى، فبالتالي تم اختراق ساقي. ولله الحمد العظم الحمد لله، مثل ما طمني بعض الدكاترة. شكرا إلى مستشفى سامراء، شكرا إلى مستشفى الكاظمية اللي ساهموا اليوم مساهمة كبيرة، وأنا أقدم شكري من خلال هذا البرنامج. زميلي حيدر، هناك شيء جميل في إصابة هذين البطلين. هما تجمعهما أو يجمعهما عامل مشترك، هو هدف إعلامي واحد في منطقة واحدة، عدسة واحدة. الجميل في الأمر إنهما أصيبا بطلقة واحدة، رصاصة واحدة، والآن هم في غرفة واحدة، ردة واحدة في مستشفى الكاظمية، وطبيبهما واحد. ننتقل الآن إلى الأخ والزميل البطل علي مفتن ليحدثنا أو يكمل حديث علي جواد. تفضل. شكرا لك أستاذ زيد. بالبداية نرحب بكم، وتحية إلى الأخ حيدر زوير والأستاذ هادي، وتحية إلى البطل حيدر شكور. وفرحت إن اليوم شفته باستديو العراقية، وإن شاء الله نشوفه بأماكن أحسن يرجع ساحة القتال. احنا الحمد لله والشكران والأخ علي بعد من قدمنا ويا القوات الأمنية بالخطوط الأمامية. هواي اكو كان جماعة إن يقولون لا أبو العراقية ارجع ليورا، أبو العراقية يصير على اليمين، أبو العراقية.
فقلنا لهم يابا احنا نبقى. فكان يعني أكثر من مجموعة من الحشد الشعبي أخذونا بعد إصابتنا ونقلونا إلى الإسعافات وأسعفوا حالتنا. فكانت أكو مجموعة من الشرطة الاتحادية اللي هي أرادت تسعف علي يعني. بس هذا أكيد زميلي علي بأنه بتصورهم أنه الرصاصة هي في أحيان أهم من العدسة، لكن مرات هي العدسة تكون هي أفرض من الرصاصة في ساحات القتال لنقل الحقيقة. شيء أكيد، وأكبر دليل إلى أنه الأخ علي جواد مقدم البرنامج الرد السريع، البطل اللي أفتخر أنه صديقي وأخوي وتجمعنا هواي روابط، من يريدون يسعفوا ما قبل ينسعف إلا ختم البرنامج. يعني أنه قال هذا الستاند الأخير أنه أخلصه يلا أنا أنسحب. فبعد ما أسعفونا القوات الأمنية إلى مستشفى السامراء شاكرين جهودهم ويانا، فبدأوا الكادر الطبي يسعفنا بالإسعافات. فقالوا انه تبقون انتم اصابتكم قوية لو مو قوية تبقون نحولكم على غير مستشفيات. فاحنا اضطرينا انه نبقى. كانت اكو اخواننا من الشرطة الاتحادية اصاباتهم اقوى، فقلنا لهم لا يابا اسعفوا الشرطة الاتحادية خلي يروحون قبلنا. واكو كانوا جماعة من الحشد الشعبي ايضا، يعني هؤلاء الابطال اللي كانوا يعني بالخطوط الامامية مع القوات الامنية، كان لهم يعني فد بصمة كبيرة. والحمد لله والشكر قدرنا ان نوصل لبغداد. ونشكر كل اللي ساهموا من عمال شبكة ومدراء الاقسام شبكة الاعلام والكادر الطبي، الاستاذ الدكتور رائد الجبور محافظ صلاح الدين اللي ويانا على اتصال وبعث لنا باقة ورد. وشكرا لكم. حالة إيثار منقطع النظير